التوبكس، محتاج دلوقتي بقى ابدا ابص على الكونتنت بتاعي. يلا نبدا نشتغل على الكونتنت. في فورماتس معينه هي دي اللي بتبدا تستخدمها على السوشيال. مثلا المحتوى الترفيهي، ان انا اخلي الناس تستمتع وتتفرج على فيديو، بيتفرج على فيديو جاست تو هاف فن، ده من اهم المحتويات اللي محتاجه تكون موجوده عندك على السوشيال. تاني حاجه وهو محتوى اقناعي او محتوى بيحاول يقنع الناس، محتوى بيقدم افكار او محتوى بيبيع افكار للناس. حاجه تانية وهي محتوى الانسبيريشن، محتوى بيشجع الناس، محتوى بيدي للناس افكار جديده، محتوى بيوري له قصه نجاح لفلان، قصه كفاح لحد. نوع تاني من انواع المحتوى المهمه محتاجه تبقى موجوده عندك المحتوى الانفورميشن، ان انا بشير نوليدج، بدي معلومه. فكره ان انت بتدي معلومه او بتقول معلومه مهما كانت هي بسيطه، مهما كانت هي الناس كلها عارفاها، ووجودك ان انت قلتها ده بيديك اولويه عن براندات لسه ما قالتهاش. محتوى تاني وهو محتوى التعليم، بتعلم الناس ازاي يعملوا هاو تو ترافل او وات ايفر، انت بتقول له هاو تو ايه، فانت بتعلمه حاجه، انت بتديله مش مجرد بتديله انفو او بتشير معلومه، انت بتعلمه ازاي يعملها، الحاجه العمليه. واخر حاجه وهي ان انت تسبورت، ان انت تساعد الناس. يعني مثلا النهارده 2 ديسمبر اليوم العالمي لدعم ذوي الهمم. في اليوم ده انا اقترحت على البراند اللي انا شغال معاه ان يلا نطلع اوفر مخصص للناس ذوي الهمم. ليه انا بعمل ده؟ لان ده بيوري الناس انا قد ايه براند مهتم بيهم، انا فعلا مهتم بيهم وبقول للناس ان انا مهتم بيهم. وانا بعمل كونتنت استراتيجي، محتاج تفهم ان الكونتنت نفسه لما تيجي تتكلم في كونتنت بيبقى مكون من شويه حاجات، مكون من بيلرز وسب بيلرز وتوبكس، وفي الاخر الكونتنت نفسه، افكار الكونتنت او عناوين الكونتنت البيلرز. وانا بشتغل على الكونتنت بتاع البلاتفورم ببدا اطلع له حاجه اسمها بيلر. زي مثلا ان من ضمن البيلرز اللي احنا طلعناها اللي هنشوف هنطلعها ازاي في السلايدز اللي جايه الجولف سكيلز، رحت مطلع من البيلر دي توبكس ليه، وهي مثلا ان انا هبدا اتكلم على التكنيكس بتاعه الجولف. ده كان البيلر الجولف سكيل، وبعد كده طلعت منه التوبيك اللي هي التكنيكس. ايه بقى السب توبيك اللي ممكن اطلعه او ايه اللي هبدا اتكلم عليه بالتحديد؟ الجولف سوينج. طلعنا السب توبيك. من السب توبيك ده شوف انا اقدر اطلع بيه كام بيس اوف كونتنت او كام فكره بوست. واحد، اقدر اطلع طرق للمبتدئين ازاي يطوروا من الجولف سوينج بتاعهم. 5 ابلكيشنز يساعدوك وانت بتلعب جولف او انت بتتعلم جولف. كل دي حاجات قدرت اطلعها بس من ان انا مشيت فكره التوبيك في بروسيس معين. تعال نقول ان احنا طلعنا البيلرز بتاعتنا خلاص واحنا جهزنا البيرسونز. انا هعمل ايه تاني بعد ما تطلع الكونتنت بيلر؟ هبدا اطلع لهم توبكس مناسبه للبيرسون. يعني سي انا قلت ان انا عندي بيرسونا الفت ونوال ومحمد، الفت ونوال ومحمد، وانا كده كده ببيع لهم سنيكر، انا كده كده المنتج بتاعي سنيكر. تبدا تطلع السب توبكس اللي تقدر تطلعها عشان ده اللي هتطلع منه محتوى. ودلوقتي بنكرافت او بنكتب الكونتنت استراتيجي بتاعي. ابسط رول تقدر تقول ان انت لما تستخدمها انت ضامن ان هي الى حد ما هتجيب لك ارقام، هي انك تستخدم الرول اوف ثيرد. الرول اوف ثيرد دي بقى متقسمه ازاي؟ متقسمه على التالي. ده احنا عندنا محتوى ترفيهي، وعندنا محتوى بيعلم الناس، وعندنا محتوى بيبيع للناس. لحد هنا انت خلصت السوشيال ميديا استراتيجي.